كرة اتحادية موديست مبابي، لكن تدخل نواف العابد يدخل ويتقدم، احمد عسيري معاه، نواف يتقدم، نواف وياتي به الله، جول للهلال، هدف جميل من نواف العابد. الهلال هذه عادة مرة أخرى، شوفوا نواف العابد يتقدم بشكل جميل ويسدد من مسافة من بداية منطقة الجزاء، يسدد بقوة على يمين فواز القرني. هدف أول للهلال، هدف جميل جدا، هدف من نواف العابد في الدقيقة 12 من زمن شوط المباراة الأول، يعتبر هدف مبكر على مستوى الكلاسيكو. والعابد ياسر القحطاني كقائد الفريق كان متواجد مع سالم الدوسري، وايضا في اعلامه بطريقه لعب الكره ملعوبه، نواف الله، هدف تعادل جميل، هدف تعادل جميل للهلال ونواف العابد، متفقين عليها، ملعوبه نواف قادم من هناك يسجل هدف جميل، هدف تعادل جميل، كره على الطاير، نواف جاب هدف اول رائع، ونواف يسجل هدف ثاني رائع، وتعود النتيجة للتعادل. أحمد الفريدي إلى خارج أرض الملعب، ودخول نايف هزازي تبديل أول، وهنا من نواف العابد أيضا تأتي هذه الحركة الأكروباتية. حاول معاه سلمان الفرج، جوستافو بوليفار أمامية، عبد الله الزوري والكرة في المرمى، هدف ثالث للهلال. هذه عادة بعرضية جوستافو بوليفار، استلم عبد الله وتقدم عبد الله ووضعها باتجاه المرمى مباشرة بزاوية ضيقة وزاوية صعبة تماما على الحارس فواز القرني، وهدف ثالث للهلال، وخمس أهداف في الكلاسيكو، 5 أهداف تولع الكلاسيكو، 5 أهداف تجعل من شوط ثاني في هذا اللقاء شوط للمتعة والإثارة. أمامه نواف العابد، حمد لا يزال يحتفظ بالكرة، الضغط الآن من نواف العابد، مقطوعة الكرة، سالم الدوسري، سالم يتقدم، خطأ لصالح الهلال، ملعوبة، ياسر الله ياسر، هدف لاعب خبير وكبير، هدف جاء بعد غلطة خبير آخر في الاتحاد وفواز القرني يتفرج عليها. هذه كرة سالم الدوسري، وهذا ياسر اللي لف ودار ولعب كرة ساقطة تماما جميلة بعد أن سجل في موسم 2009-2010 في مرمى الاتحاد. يسجل هنا هدف ياسر القحطاني ويعود للتسجيل في مرمى الاتحاد بعد سنتين، ويعود بهدف من الأهداف المتقنة، من الأهداف الجميلة،